اهلا بيكم في صحبة تشدك لقدام، صحبة تفكر بصوت عالي. صحبة تشاركك الطريق. عشان صحبة تفرق. يا هلا منور يا خالد والله. بنورك صديقي. اشتقنا للقياك والحديث معك. ماشي. ايه ماشي دي؟ بقول لي وانت كمان يعني. بس احنا مثلاً لسه. أي حاجة. اللي هو بحبك، شكرا، ميرسي. عملت لي فريند زون فجأة كده. ماشي. شفت بقى لو انا كنت قلت لك يا وانا كمان كنت هتلاقي الموضوع مش عادي، كنا هنضحك الضحك ده. يلا الحمد لله. في حاجات والقدرة وراها النافعة. اهداف مش موجودة. النهارده بقى احنا هنتكلم في موضوع قد يكون فيه إساءة إلينا احنا الاثنين. فربنا يستر يعني. والموضوع هو شهوة الكلام. بما اننا عاملين بودكاست وجايبين ميكروفونات وقاعدين نتكلم فيها. بس في يعني ظاهرة كده بحسها ساعات، اللي هو انت تيجي تشوف مثلا ايه. خلينا نبدأ بحاجة سهلة. في الكلاس روم احنا ناس بنشتغل في التريننج، فتيجي تقول لواحد خد بص عرف نفسك في 30 ثانية، عرف نفسك في دقيقة. يقعد يعرف نفسه في 10 دقايق. ويحكي لك قصة حياته وبتاع، وبيسرح منه الوقت على الآخر. او كتير دول خلي بالك. وممكن يبدأ يقول لك اصل انا ما بعرفش اتكلم قوي وما بحبش أيوة. اتكلم. اما لو كنت بتحب تتكلم كنت عملت فينا ايه؟ لا ده في ناس بتخضك كمان، يجي يقول لك ايه بص انا عندي خبرة 7 سنين ابتديت. استنى. انا اتولدت أيوة. واحد. احكي لك بقى قصه حياتي من يوم ما اتولدت لحد دلوقتي. فبتلاقي ان هو مجرد ما انت اديته الميكروفون، او يعني مجازا حتى حطيته في المكان اللي انت هتتكلم، يبدا بقى يسرح منه الموضوع. مثال تاني برضو بنشوفه كتير في خطبه الجمعه مثلا. فتلاقي ان هو ناوي يخطب في تلت ساعه، الخطبه تخلص بعد ساعه ونص. طب يا عم الحق ايه بقى ده؟ يعني الفرق من تلت ساعه لساعه ونص دي حصل فيها ايه بالظبط؟ الكلام بيجيب كلام والواحد لو قاعد يرغي ما بيبطل. انا بحس بقى ان انا عندي المشكله دي فاحيانا كتير. مش عارف، في مقوله كده بتقول 9 اعشار الحكمه الصمت، والعشر الاخير الانصات الى الناس. مش عارف المقوله دي جايه منين يعني، بس اللي هو انت قاعد ساكت ما على طول، تتكلمش ما وقت تفتحش بقك بقك اصلا. ولو جيت تفكر فيها بقى من اتجاهات كتير، هتلاقي لو قعدت تراقب الكلام اللي انت بتقوله، او انا قعدت اراقب الكلام اللي انا بقوله، معظم الكلام اللي انا بقوله لو ما قلتوش مش هجرى اي حاجه في الدنيا. يعني عادي جدا لو انا ما قلتش رايي في اللي بيحصل في روسيا، هيجرى ايه لو انا ما قلتش رايي في اللي بيحصل؟ هيجرى ايه لو انا قلت؟ ولا حاجه. يعني لا هيجرى حاجه لو قلت، ولا هيجرى حاجه لو ما قلتش. انا هتكلم ليه لو قعدت ساكت عادي؟ الموضوع ده شائك قوي يا شاذلي. بتاع روسيا. ايوه. انا قلت روسيا وخلاص على اساس دي حاجه بعيده يعني. لا انا مش ما كانش قصدي موضوع محدد. مش قصدي على موضوع روسيا، قصدي فكره ان يعني في موضوع معين. تخيل كده انا وانت قاعدين ودخل علينا عاطف، فلقينا بنتكلم في موضوع، والموضوع ده لا يعني في شيء، بس احنا فضلنا نتكلم قدامه. فمعنى كده ان احنا مش بنمنعه من الانصات، ما احنا بنتكلم قدامه. يعني لو انا وانت بنتكلم في موضوع سر وعايزين نمنعه ان هو يسمعنا، هنعمل ايه؟ مش هنتكلم قدام، او هنغير الموضوع، او هقول لك بس كده يا عم ومش عارف ايه، وهو بيربي العيال. اي موضوع يعني. فهو لو دخل واحنا فضلنا نتكلم في نفس الموضوع، فهو بيسمع موضوع دلوقتي. انا بحس ان دي طريقه ان انت بتنفايت الشخص الثالث اللي هو جامب ان معانا، يلا بينا احنا كده بنتكلم وانت موجود واحنا فضلنا نتكلم. فانت لو موجود ساكت الموضوع هيبقى غريب، بس الموضوع لا يعنيه. بس لو انت موجود وقلت رايك، بالعكس ده ممكن يضيف حاجه. ما دي هتبقى شهوه كلام اعتقد. انا الصراحه مش عارف احدد امتى يبقى يعني دي حاجه محموده وامتى حاجه مذمومه. ما اقدرش اقول ان انا عارف الحدود بتاعتها فين، بس اقدر اقول 100% ان انا بتكلم اكتر من اللازم، بدليل ان في حاجات كتيره لما اقولها مش بس بقى انها مش هتضيف، لا هي اصلا غلط ما ينفعش تتقال. يعني مثلا ده اي حاجه بقى من الحاجات اللي بنتكلم فيها النهارده، حصل فلان عمل كذا كذا. طب وانت ليه بتقول ان فلان؟ ما تقعد ساكت. يعني لو انا قعدت ساكت مش هجرى حاجه، وانا لو قلت لك ان فلان عمل كذا كذا انت برضو مش هتضيف لي حاجه. بس انا جاي بقول، فوانا بقول تلاقي نفسك غلطت في فلان وجبت سيره فلان ومش عارف عملت ايه، لدرجه ان الحته بقى اللي انت مثلا كنت جاي منها اللي هي بتاعت انا موضوع ماليش فيه بس قاعد، فانا عايز اقول انا هقعد كده ساكت تبقى حاجه غريبه فابدي رايي في الموضوع.
ممكن تلاقي ان في ناس كتير قوي، وانا يمكن بقع في ده كتير، بقول رايي في حاجات ما ينفعش فيها انك انت تقول رايك عن بدون علم. ينفع مثلا هل بقى يجوز حاجه دينيه، ما يجوز بقى كذا لو حصل الموقف الفلاني ده ينفع ولا ما ينفعش؟ انا مين اصلا عشان اقول ينفع او ما ينفعش؟ ماليش اصلا ان انا اتكلم. بس لا انا مش عارف. خلي بالك في كلام كتير يبدا بايه؟ كلمه ما اعرفش. بعد ما اعرفش دي ربع ساعه كلام. ايه بقى الربع ساعه دي؟ يعني ما اعرفش نقطه، لا انا ما اعرفش بس عارف انا رايي، وابدا بقى اتكلم لمده ربع ساعه. فده ايه بقى ده؟ اه يعني حاسس الموضوع كبير قوي. في حاجات يعني تعالى كده ناخدهم بنفس الترتيب. الامثله مثلا لو احنا بنتكلم عن نفس الامثله، ف هعدي اول مثال عشان مش فاكره، ندخل على تاني مثال. اللي هو مثلا بتاع خطبه الجمعه، او ممكن يبقى متقال ان هيبقى فيه تلت ساعه بس هي الخطبه، وهي اصلا اللي متحدده، بس لو اتقالت ساعه ونص. وممكن يعني دي ممكن شهوه كلام، بس الموضوع او الكلام اللي اتفتح ممكن فرق مع ناس قاعده، ممكن فرق معايا انا شخصيا لو انا الموضوع فتح معايا بالطريقه دي. رغم ان انا كان ممكن ما اقولوش واقول مثلا انا محضر خطبه هقول هتكلم في الموضوعين دول، فاحنا بنتكلم في الموضوعين دول نزل في دماغي حاجه كده، فرحت دخلت اتكلمت فيها، هي دي اللي فتحت معايا. فانا حاسس ان هنا دي حاجه ممدوحه، مش سيء. لكن ماشي في حاجات زي اللي انت كنت بتقولها برضو، اللي هو لو انت معرفش ورأي ديني وهتكلم فيه، موضوع ان احنا بنقول رأينا اصلا في الدين من غير ما نعرف ده، برضو الموضوع ده يعني سلاح ذو حدين. اصل تعالى كده، لو احنا بنتكلم في موضوع ديني انا وانت، دخل علينا حد برضو نفس السيناريو ولقينا بنتكلم في الموضوع، او كان قاعد معانا فقال لا ده انا رأيي كذا كذا كذا، فلقينا ان في اختلاف اراء، ده هيؤدي لايه؟ ليه هنتخانق؟ لا مش دي حاجة ليها مصدر، المصدر ده موثوق فيه، هنفتح ندور. يعني اصل ده اللي بيحصل معايا على طول، ان احنا لما بنبدأ نختلف في حتة، فاحنا الاتنين لو خصوصا لو دينية يعني عادة مع صحابي، يعني بقول لهم لا خلاص انا مش عارف، انا مش هفتي في دي تحديدا. ممكن اقول معاك اي حاجة، اقول لك بقى في لعبة كورة، اقول لك في عربية والحاجات دي بنشوفها، اللي هي الحاجات اللي في حياتنا عادي. ممكن واحد يقول ايه ده العربية باظت، ده اللي باظ هنا مش عارف ايه جوه الموتور، وتطلع مثلا اي حاجة تانية باظ. عجلة نايمة اصلا. فدي عادي، دي حتى لو حد فتى فيها خليه على جنب، بس الدين نفسه بنقف بنروح نبص على المصدر، فممكن نعرف معلومة منه جديدة. فهو هنا ممكن رغي كتير ملوش لازمة، بس هو نتيجته. بس نتيجته دي بتختلف، يعني مش شرط تكون دايما نفس النتيجة ان تطلع في الاخر نتيجة ايجابية. 100%. بعدين خلينا في المثال بتاع اللي هو واحد عربيته بايظة فانت جاي تفتي فيها، أو يعني انا جاي افتي فيها او حاجة. خلينا في المثال بتاع لعب الكورة، احنا قاعدين بنلعب كورة. حلو. فانا عندي حلين، يا باصي يا شوط. خلاص. كان ممكن طلعت بره طبعا اكيد يعني. كان ممكن اي حد في مكاني يشوط وتطلع بره، وكان ممكن اباصي، بس خلاص خدت القرار ان انا اشوط. لو انا بقى الشخص اللي الناحيه يعني التاني، مش اللي شاط الكوره، انا زميلك في الفريق وانت اللي شوط الكوره، فانا جاي اقول لك ايه؟ انا واقف اهو ما بصيتليش ليه؟ وانا بعمل كده على طول على فكره، يعني بقول مثال ده بيحصل على طول. بقعد ارغي كتير قوي. طب ما اقعد ساكت عادي، ما احنا بنلعب ومش بنلعب في كاس يعني حتى حاجه مش مهمه خالص، احنا جايين نجري اصلا نحرك نفسنا، يمكن ربنا يكرمنا ونخس نص كيلو ولا حاجه بالنص ساعه في الاسبوع اللي بنجريها دي. ليه تقعد ترغي هنا؟ ما تسكت. حسيتها شويه قوي في المثال ده. ايه بقول لك حسيتها شويه قوي في المثال ده، لان عاده لو في نفس السيناريو ده تحديدا وواحد بيقول يا عم طب ما تباصي، والتاني كان فعلا شاط، اللي بيحصل ايه؟ ان ده اتضايق ان هو ما بصاش، والتاني اتضايق ان ده ما سابوش في حاله. بقى في تنشنه ما كانش لازم اصلا. صح. بس هل هنا الصمت احسن حل؟ طب ما هو كل مره هيشوط وهتطلع بره.
طب ما عادي، ما هو يعني معلش، ما انا مش ليونيل ميسي، ما انا بشوف بتطلع بره برضو. ما هو يا عم فقشطة. افرض انت ليونيل ميسي. لو ليونيل ميسي يقول براحته ساعتها ده تخصصه، فهو يقول اللي هو عايزه فيها. بس يعني او يعني برضو ممكن ما يقولش، يقعد ساكت، ما احنا جايين نلعب نتبسط. صح. ما هو ما انت انت هتتبسط اكتر لو كسبت. هتبسط اكتر لو كسبت، بس انا كده كده الشوطه دي ضاعت. طيب هسألك سؤال، هل هي يعني حب الكلام، ولا احنا نتكلم ازاي نصحح الكلام اللي ملوش لازمه ده بكلام ليه لازمه؟ والله ما عنديش مانع في الحلين. يعني اديك مثال تاني ماشي في نفس الكوره برضو. ماشي، استوديو تحليلي 6 ساعات، نعم ده ملوش لازمه كده كده. بس اقول لك بقى. على حاجه، في ناس بتحبه جدا. ما هو برضو دي مشكله تانية اصلا بقى عندي. عندي بس مشكله بس انت اساسا عشان مش في الكورة بتحب الكوره كلها. خالص يعني. انا مش بحبها، انا عندي مشكله معاها. يعني عندي مشكله ان انا جزء من حياتي مخصص ان انا اتفرج على فرقه معينه بتلعب كوره كل مره. بس ده عندي انا، يعني دي مشكله عندي انا، رايي شخصي ممكن جدا يطلع غلط، انا تمام ما عنديش بس مانع. انت بتستمتع ان انت تلعب بلاي ستيشن. عشان انا بعمل حاجه بايدي، في بستمتع ومؤمن ان ده تضييع وقت يعني برضه. ماشي مش مشكله. ما هو الناس اللي بتتفرج على كوره بيبقوا مؤمنين ان ده وقت ضايع في ان انا اتفرج على ماتش كوره. بس في نفس، طب هقول لك على حاجه تانية، بس خلاص لا بلاش دي، خلينا في موضوع البلاي ستيشن. هل انت هنا جسمك مستفيد؟ انت بتحرك مش اي حاجه ايديك مستفيده غير ممكن ذهنك، يعني ان انت ممكن. بتشغل دماغك شويه عقلك في يستفيد شويه. الغاز او حاجه زي كده. هو نفس اللي بيحصل ده للي بيتفرج على ماتش كوره. يعني هو بيتفرج على ماتش كوره قاعد بيحط خطط في دماغه ويرسم، ده لو بصل ده وراح ده لعبها كده راح ده شايط جت جون. مش ده اللي بيحصل 99% من الوقت يعني بالظبط. بس الناس اللي بتحب كوره وبتهوى كوره، اللي هو لدرجه ان هو بيقعد يتفرج على الاستوديو التحليلي، هو بيقعد يتفرج يشوف ايه البيست كيس سيناريو في الكوره دي تحديدا، ولو كانت اتلعبت بالطريقه الفلانيه دي الماتش كان هيتغير ازاي، لو كانت الخطه اتحطت كذا. ويفضل يتابع التشكيل، يقول هو ما نزلش ليه كذا في اول الماتش. فهو في برضه خطط، يعني في تشغيل دماغ. ايوه بس ده حسن شحاته يعمله، فاهم يعني؟ انا اعمله ليه؟ يعني انا هقعد اشغل دماغي كل ده هدر 6 ساعات من يومي راحوا في هو ان 6 انا ساعات ده طبعا رايح وقت في حته تانية. جبار يعني. بلاش 6 ساعات في اليوم، خليها يا سيدي. يعني لو حد بيتابع الدوري الانجليزي مثلا، عشان انا فاشل مش هعرف اقول الرقم، هيبقى بيتابع قد ايه في الاسبوع؟ لا هو هم تقريبا بيبقوا يومين في الاسبوع، سبت وحد. وهنقول ماتش واحد في فوق. اليوم يا سيدي. يعني قول ساعتين وساعتين، 4 ساعات. 4 ساعات في الاسبوع. ده دوري بس، طبعا هو مش دوري بس، بيبقى الدوري ودوري الابطال وسوبر وكاس الامم وكاس ومش الاوروبيه، عارف ايه. ومش عارف في السوبر الاهلي والاسماعيلي في مصر حاجه برضو ايه كده. فبيشوف يا سيدي يقول 8 ساعات في الاسبوع، حط عليهم كمان ماتشين، فبقى 4 ماتشات في الاسبوع. طب ال8 ساعات دول في الاسبوع ده، بس هو هنا بيسمع مش بيرد. احنا ليه دخلنا في الموضوع؟ يعني كنا بنتكلم على فكره الاستوديو في حتة التحليلي تانية. نفسه يعني. اه ان هو بيرغي جوه الاستوديو ايوه انا التحليلي. سرحت في مشكلتي مع الكوره، ما لناش دعوه بيها دي. فاحنا خليها كنا على جنب. بنتكلم ان شفت هم شهوه الكلام بقى اهي عمليه اهي. انا نسيت اصلا انا جاي هنا ليه. دخلت في الموضوع، هكمل. ممكن اقعد اعمل لك حلقه بودكاست 6 ايام عادي. بس انا قصدي ان يعني احنا كنا في فكره الاستوديو التحليلي ان هم قاعدين يرغوا 6 ساعات. فاحنا بنقول ان ده رغي ملوش هدف. بس من الناحيه التانية هو ملوش هدف بالنسبه لك ولا ممكن بالنسبه لي. تقريبا انا عمري ما اتفرجت على استوديو تحليلي، عمري في حياتي دي كلها. ممكن شفت لقطات على الانترنت. في بقى ناس مننا بيقعدوا يعملوا الاستوديو التحليلي ده مع بعض على القهوه، صح. يعني فاهم، نقعد بقى سوا نرغي 6 ساعات في الماتش بتاع النهارده. بلاش هنرغي في روسيا، انا مش عارف ليه روسيا معلقه معايا. هنقعد نقول الاحداث، ده بيحصل كذا كذا في البلد الفلانيه، ده بيحصل كذا في البلد ده هغيروا الحكومه ومسكوا وزير حكومتين ولا مسكوا حكومه وزيرين. عملوا ايه؟ في حد مسك حاجتين تقريبا وزير التعليم، لا مش وزير اللي هي بتاعه الطرق والكباري، وحاجه كمان مش فاكر ايه، الصناعه تقريبا، مش فاكر. عارف. ما علينا. المهم يعني واضح ان انا وانت مش متابعين الاخبار كويس. الحمد لله. فنقعد بقى نقول ده عمل وده سوى وده كذا، ونتكلم في الموضوع. طب ليه انا بتكلم في الموضوع؟ انا بسأل نفسي هذا السؤال، يعني انا بسأله ليك بس انا اصلا بسأله لنفسي. انا ليه بقعد اتكلم في الموضوع؟ انا بتكلمش في الاخبار بس، في حاجات تانية كتير. ما انا فاهم. انا بحاول ادور هيفيد في ايه الصمت. هشغل نفسي بحاجة تانية بقى، افكر في حاجة مفيدة للعالم، انتج
بدل ما اتكلم، فاهم؟ يعني اعمل حاجه بدل ما اتكلم. اصل احنا مش بنرغي. هل احنا بنرغي 90% من وقتنا وساكتين 10% بس؟ ولا احنا ممكن نبقى بنرغي مثلا 50% من وقتنا وساكتين؟ انا برغي مثلا كتير قوي عشان انا شغال ترينر. انا عارف ان انا برغي كتير، حتى لو مفيش حد حواليا بقعد ارغي مع نفسي. بحس ده بيفتح طرق. يعني خليني ممكن اقولها بطريقه تانية، انا بحب اتكلم، بلاش بقى ان انا اصلا بتكلم، بس بحب اتكلم. يعني لو انا قاعد بسمع بس بزهق. طيب فهمتك. طب ليه بقى ما تسمع؟ ما انت لو سمعت تستفيد. وبقعد اسمع يعني ساعات، مش دايما طبعا، بس لما اتكلم ابقى مبسوط اكتر، فاهم؟ ايوه فهمت. بحس الناس كلها كده، معرفش طبعا برضو ده يعني مش عارف الناس مبسوطه ولا لا، بس ده احساس انا الشخصي يعني. بحسه ليه؟ نتيجه اللي هم بيعملوه. زي ما قلت لك كده، خد دقيقه اتكلم فتتكلم شويه. في مره واحد بجد قال انا هتكلم 3 دقايق بس، اتكلم ساعه الا ربع، مش بهزر. ايوه. وهو المفروض هيتكلم 3 دقايق وواحد وراه هيتكلم، اللي وراه ده ما اتكلمش. ما لا، هيتكلم ايه؟ افتكرت. ومتسجل يعني. طب عيب يعني ورايا واحد. انت عارف لما ورايش واحد ماشي، بس ورايا واحد. التاني ده اتداس على وشه. جه من بيته مروح ما عملش حاجه. افتكرت. ايوه ساعتها انا كنت مستغرب جدا الموقف ده. انا ما عنديش مشكله انك تتكلم ساعه الا ربع، بس ما تقولش هقول 3 دقايق بس في الاول. لا انا دي مش فارقه معايا بصراحه. حاسس ان دي اتفاق وباظ فتمام يعني انت بتحط لي اكسبكتيشن، فاهم؟ وتكسره في نفس ال3 دقايق ليه؟ ما كان ممكن ما تحطش. انا مش كنتش اكسبكتد اصلا حاجه. يعني انا عادي مش متوقع انت تتكلم وقت قد ايه، لان الجلسه دي يعني كان هو وانت معاك الميكروفون قول براحتك، يعني محدش قال لك تتكلم في وقت معين. بس انا اتكلم 3 دقايق بس، واحمد خالد يا جماعه هيكمل ورايا. انا كان ممكن اختلافي في الحته دي مش ان الاتفاق باظ، بس ان الشخص التاني اللي انا مهتم اكتر ان انا كنت اسمعه ما اتكلمش. ما سمعتوش. انت رايح تسمع حد جالك واحد تاني. حاسس ان دي ممكن عورت غالبا. خربشت نفسك. يسلم. عامة انا حاسس ان احنا قاعدين في شهوة الكلام نتكلم انا وانت، فبالتالي ان احنا محتاجين نبقى نوقف البودكاست. طب ما تيجي طب ما تيجي نسكت. محتاجين نمسح الحلقة دي. برضه ما حدش يعني حاسس. طب هقول لك على حاجة، ما هو لو برضه يعني يلا بقى نكسر كل حاجة. ما هو لو الناس مش بتحب الكلام انت هتسمع مين؟ احس الكلام هيبقى قليل قوي. يعني لو كل الناس بتسمع مين هيتكلم؟ يعني هي مش هتبقى 100% الناس كلها بتسمع. ما صح. بس هي الضبطة بتاعتها مش ان انا ما اتكلمش خالص. ايوه الضبطة بتاعتها ان انا اتكلم لما اكون هضيف. يعني مثلا لو هناخد البودكاست بتاعنا ده كمثال، نيتنا واحنا بنتكلم فيه ان احنا بنفتح لبعض انا وانت اسئله وحاجات شغلانه فبنفكر فيها سوا، وعارفين ان الكلام اللي احنا بنقوله ده مش اجابات، يعني ممكن مبقاش صح، عادي احنا بنقول راينا وكده، وبنحاول ما نتكلمش في حاجه احنا جاهلين بيها ونقول لا دي عارفينها. لو عندي معلومه هقولها، ما عنديش معلومه هقعد افكر فيها من باب التفكر، من باب ان انا بتامل، من باب ان انا باخد نقاش ذو معنى قيم بالنسبه لي انا شخصيا، ان انا اقعد اتناقش معاك في الحاجات دي على اساس ان ده بيشكل تفكيري نوعا ما، وعلى امل ان اللي بيسمع بيشاركنا نفس الافكار والاحساس ويقعد يفكر معانا ويتساءل هو كمان، فالاسئله دي تفتح لنا مجالات. فرايي ان ده حاجه مفيده بتضيف قيمه، خصوصا ان مفيش حد مجبر يسمعك. يعني انت مش قاعد قدامي دلوقتي، يعني اللي بيسمع البودكاست مش قاعد قدامنا دلوقتي معانا. هو لو قاعد معانا ودافع مثلا، ولا حتى كنت اقول لك دافع تيكت، بس لو مش دافع حتى تيكت واحنا قاعدين مثلا مع بعض في عازمين العيله على الغداء وقاعدين سوا، فانا قعدت ارغي ساعتين وانا اللي عازم الناس، هيقعدوا يسمعوني مضطرين يعني محرجين، فاهم؟ ذوقيا. انا مديرك في الشغل وقاعد ارغي معاك بقى 4 ساعات، هتقعد تسمعني غصب عنك والا مش هتقبض الشهر ده. فانت مضطر. انما في البودكاست مثلا، يعني لو خدنا المثال ده، اللي بيسمع هو داخل يسمع مخصوص، هو عايز يسمع فجاي لي مخصوص، فاهلا وسهلا قول اللي انت عايزه، زي ما انا بسمع هشام عفيفي كده انا وانت. قول يا عم اللي انت نفسك فيه. اطلع غني، قول انا جنب مسجد المشير طنطاوي واحنا هنسمعك مبسوطين.
بس احنا مشكلتنا الحالة هنا في اللي بيرغي. دي مش مضره. احنا مشكلتنا في اللي بيرغي مش اللي بيسمع. يعني حاسس ان احنا حطيناه في النص كده بين الاثنين، اللي هو انت مستمع حقك تسمع او ما تسمعش. عشان بقول مثل البودكاست، يعني اللي انا كنت عايز اقوله ان الظبطه بتاعت شهوه الكلام دي انك انت تتكلم لما هتضيف. طب ما احنا في حاجات في النص ما احنا برضه احنا بنتكلم عن نفسنا يعني. مش كل اللي احنا بنقوله بيضيف، اعتقد يعني في حاجات مش بتضيف حاجه. بس هي لازم، اصل هي مش هينفع تخلي كل اللي انت بتقوله بيضيف. الحياه تبقى عامله ازاي؟ يعني انا كل كلمه هقولها بحكمه مثلا. ايوه يعني هيبقى ساعتها الناس هتبقى حريصه اكتر ان هي تسمعك، عشان انا عارف ان انت مش هتقول كلام فاضي. معرفش، يمكن. هديك مثال. احنا بنسمع الدكتور علي حسين، صح؟ ماشي. وسط ما هو بيتكلم كده احيانا بيدخل مثلا يتكلم عن مصر والكاميرون شويه، يقعد يهزر شويه في الموضوع ده ويقول اي كلام. هل يعني مثلا الموضوع ده ممكن ياخد دقيقه في النص، دقيقه واحده، مش بيبقى كلام كتير. انا عارف ان ده بيضيف ان الناس تفوق ويبقوا مركزين اكتر وكده، بس انا ممكن ابص لها ان دي مش بتضيف لي، وانا عايز الكلام كله يبقى مفيد. عندك حق، بس انا بحس ان دي بتضيف، يعني الهزاره الضحك اللي في النص دي بحسها بتضيف كتير، بتفصلك وتجيبك، فبتعمل لك ريفريش كده. فدي حاجه انا بحبها، حتى ده اصلا تكنيك حتى احنا في التريننج بنستعمله. صح، بس ممكن واحد مركز جدا 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 لدرجه ان دي فعلا فصلته، يعني ساعتها ده هيبقى الاستثناء بقى. مش هقدر احكم، مش هقدر ابني قاعده على الاستثناء بتاع حاجه معينه. يعني ده النسبه القليله قوي ممكن تبقى كده، الله اعلم. وممكن يبقى في اللحظه، يعني من شغلك في التريننج، بلاش يعني نروح هناك، بس من شغلك في التريننج لا، الناس ما بتقدرش تركز فتره طويله للدرجه دي. كل 5 دقايق 10 دقايق محتاج تكسر الريتم بحاجه تشغلهم بتاع. لكن مثلا حد زي علي حسيب او حد بيدي خطبه او بيدي درس او حاجه زي كده، يبقى هو بس اللي بيتكلم، صح. فمحتاج يخلي الناس تشتغل معاه ازاي، يسال اسئله في النص ويجاوب هو عليها عادي، بس السؤال بيخليك تحرك مخك ويقول حاجه تضحكك، فده تفاعل يعني انجيجمنت مع الجمهور لو هنتكلم بلغه التريننج. فبتضيف برضه، بس مش عارف عامه يعني ايه. موضوع شائك ده موضوع بالنسبه لي محيرني انا شخصيا مع نفسي، محتاج بقعد اقول لك كده، حتى اقول لك انا محتاج اسكت شويه. خصوصا اعتقد السكوت عن الحاجات اللي انا متاكد انها مضره، يعني هي لا بتضيف ولا مش بنهزر بتاع. يعني في حاجات انا 100% اتفق معاك فيها، بس او صح، لا اتفق معاك 100%، بس انا مش مع يعني ان انا اتفادى ان انا، يعني لو هنرجع تاني لمثال الكوره تحديدا في الموقف ده، اللي هو يا عم ما بصيتش ليه، انا سكوتي هنا ما ضافش حاجه. ضاف لك انت؟ لا، ما انا ممكن اتكلم والكلام يضيف لنا احنا الاثنين، يعني ممكن اجيبها له بطريقه لذيذه، او تقول له برافو حلوه. ايوه حلوه، بس خلي بالك انا كنت هنا جنبك، لو حابب لو حابب المره الجايه تبص، فهنا حاسس ان هي ضافت اكتر من ما هي حلوه كده. طبعا انا عمري ما هقولها كده في الملعب، ما تقولش، بس هي حلوه، هي حلوه منك. انا عشان ده المثال يعني قصدي اللي احنا قلناه. فبس طبعا ده مش هينطبق، يعني مش هينفع دي نطبقها قاعده على كل المواقف في حياتنا. الموضوع حاسس ان هو واسع قوي. احنا بالتالي كفايه شهوه كلام كده، احنا ممكن نسيب بقى نص ساعه في الحلقه مثلا. احنا ممكن نوقف تسجيل عادي ونكمله في الايديتنج. أيوة. كاننا قعدنا ساكتين نص ساعه. تدريب يا جماعه. خلي بالك من ضمن الحاجات الغريبه اللي انا بحسها برضو، ان انا ما بعرفش اقعد من غير صوت. يعني لو انا قاعد في العربيه سايق رايح مكان وانا لوحدي، هشغل حاجه اسمعها. لو فضلت قاعد انا ساكت والراديو ساكت، او اللي انا مشغله ايا كان بقى ايه هو اللي انا حاجه اللي بسمعها ساكته، يعني مفيش صوت خالص، حاجه غريبه جدا بالنسبه لي. ودي اعتقد انها حاجه مش برودكتيف، او بيسموها كاونتر برودكتيف، اللي هي ضد الانتاجيه. يعني مش دايما كويس ان طول الوقت تبقى بتاخد انبوت. فاهم؟ عارف انا عارف اقولها ولا لا؟ اللي هو ما في، لو عديت الوقت اللي انا صاحي فيه ومش بتكلم او بسمع، هلاقيه ما يكملش ساعه في اليوم. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض، انت زيي ولا يا نهار ابيض انا غريب؟ لا يا نهار ابيض ده كتير. يعني اصلا احيانا لو هناخد مثال العربيه ده، احيانا انا بكتشف في نص الطريق ان انا مش مشغل حاجه،
ببقى مثلا حاطط ايدي كده وعلى الباب مثلا وسرحان مع نفسي، يعني ببقى بتكلم بس وانا ساكت، بتكلم في دماغي يعني. بتفكر. اه انا اعتقد بقى ان انا اللحظات اللي هي ساكته تماما دي مفيش حاجه في ودني شغاله ولا انا بتكلم شخصيا مع حد، ما تكملش في اليوم نص ساعه ساعه. فانا اعتقد ان انا عندي مشكله، صح؟ اعتقد كده. ممكن خليهم ساعتين، جرب كده. محتاج اعدهم بقى الاول. هي بس ما يعني حاجه جت في بالي برضو، ايوه ان زي ما بتكلم كتير دايما بيبقى في حاجه شغاله، ما بحبش اقعد في هدوء تام كده، او مش ما موضوع بحبش بس مش عارف، لسه ملاحظ الموضوع ده دلوقتي. انا اكتشفت حاجه دلوقتي محتاج اروح احللها، فهضطر اسيبك. ونشرحها في هضطر بودكاست. اسيبك، ولما اوصل لحل هبقى اكلمك في حلقه جديده ان شاء الله. شكرا يا خلود على وقتك مفيش ليك. وان انت بتقعد تسمعني وانا بحقق الكلام بتاعي. والله شكرا ليك انت يا شاذلي، يعني نلتقي على خير في الحلقه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. الحلقه القادمه هتبقى مثيره عشان هتبقى اونلاين. ايوه سلام. واللي بعد القادم. القادمه بالنسبه لنا انا وانت، ايوه ماشي. التسجيله الجايه يعني القعده الجايه مش هتبقى قاعده كده فيس تو فيس، اول مره نجرب نسجل من على بعد، ان شاء الله تبقى حلوه. ان شاء الله. باي.